السلام عليكم. جمعة مباركة على الجميع، وقبل كل شيء كل التضامن مع سكان القصر الكبير، كل التضامن مع أي شخص متضرر، كل التضامن مع هاد الناس هادو اللي محتاجين منا كاع الدم. أي واحد يقدر يقدم يد المساعدة يقدمها في هاد الحالات هادو، والله يجيب الشتا على قد نفع. غير هو كاين واحد الكلام ظلامي كاين كما العادة كما العادة تيوهموا الناس على أن المغرب عايش بوحدو في هاد الكرة الأرضية. راه الفيضانات كاينين في إسبانيا، كاينين في إيطاليا، كاينين في فرنسا، وكاينين في أمريكا، وكاينين في كندا، وكاينين في الجزائر، وكاينين في كاع المناطق، لأنه كانت عاصفة، فعادي جدًا أنه تكون عاصفة. اللي ماشي عادي هو جلد الذات، اللي ماشي عادي هو أن بنادم يبقى يتفرج، بنادم خصو يقدم يد المساعدة في هاد الظروف هادي، والله يجيب لنا الشتا على قد نفع. حلقة اليوم غنناقشوا فيها بعض فضائح شبيبة القبائل عند وصولهم إلى المغرب، وأيضا غنشوفوا فيها تصريحات اللاذعة والقوية ضد الكاف من طرف المدرب ديال الجيش الملكي. غنشوفوا أيضا تصريحات ديال الرئيس السابق ديال لجنة الانضباط في الكاف، وأيضا سنعرج على الموضوع ديال المقاسية ديال السيد ناصر بوريطة اللي جراروا والنظام ديالهم دايرين هبل تربح بهذيك القضية ديال مقتل 3 مغاربة بين قوسين اللي هو خبر كاذب. غادي نخليو هذا الموضوع هذا هو الاخر. Je vous ai donné le numéro de celui de notre com. Ok. Voilà. Enchanté. En tout cas, bienvenue. On espère qu'on aura un match d'accueil. J'espère que tout se passera dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions sportives. وهي أخوتي الأعزاء، شبيبة القبائل وصلت إلى المغرب باش يواجهوا الجيش الملكي يوم غد يوم السبت. جايبين معاهم أسيادي، جايبين معاهم المياه المعدنية، وجايبين معاهم قالك الأكل ودوك الصناديق الكبار اللي كيكون فيها الأكل. هو من واحد الناحية مزيان الكوكب. علاش مزيان الكوكب؟ باش ما ينوض شي واحد يقول لك لا راه درتو لنا سممتونا وكذا في حالة الخسارة. كيف ما دار المنتخب السنغالي قال لك راه سممتوا لينا 3 لاعبة، ما قالهاش الاتحاد السنغالي، قال واحد اللاعب اللي سميتو جاكوب اسماعيل، وخرج لاعب واحد اخر من المنتخب السنغالي وكذبوا قال لي لا حنا كنمشيو كنديو معنا الاكل ديالنا وكنديو معنا الطباخين ديالنا. فهذه رساله لاي فرقه او اي منتخب غادي يجي المغرب: ما نوكلوك ما نشربوك، جيب معاك ماكلتك وجيب معاك الشراب ديالك. الجرهروار ما كرهوش يجيبوا حتى الاكسجين يجيبوا معاهم من الجزائر، غير ما لقاوش كيفاش يديروا لها. دابا هاد الشيء اللي داروه راه ماشي بريء. علاش ماشي بريء؟ دابا هما داروا لقطه مدخلين المياه المعدنيه جايبينها معاهم من المطار وجايبين معاهم الاكل والشرب وكذا. من ناحيه قلنا مزيانه، مزيانه لان حنا بقينا باغيين نوكلوا حتى شي واحد ونشربوا حتى شي واحد. ومن ناحيه اخرى غيبغيو يستغلوا، يقول لك لا حيت المغرب موالف كيسمم اللعابه وداك الشيء وكذا. ومن هنا فهادشي شنو كيعني بان الحملات ضد المغرب لا زالت مستمر. ولكن مع الاسف الاعلام ديالنا مازال الناس، الاعلام ديالنا انتقدناه، ناضوا هما بداو تينتقدوا المهاجرين. هو دابا بقى ندابزو بيناتنا وصافي. حنا الا انتقدنا شي حد كنتقدوه لاننا كنلاحظوا شي حوايج. مثلا الاعلام المغربي ما علاش ما دارش التغطيه على الفيضانات في الجزائر؟ شوفوا دابا اليوم الاعلام الجزائري داير التغطيه على الفيضانات في المغرب وبالفيديوهات المفبركه. كاين بعدا في مواقع التواصل الاجتماعي مئات الفيديوهات المفبركه بالذكاء الاصطناعي. علاش مثلا فاش كانوا الفيضانات في الجزائر
الإعلام ما نقلش لينا دوك المشاهد وكيفاش كانوا كيديروا الناس في كاميو ديال الزبال حاشا المغاربة وكيفاش. راه الإعلام ديالنا عنده مصداقية، الإعلام ديالنا مزيان، الإعلام ديالنا مثلًا في الفيضانات ديال القصر الكبير كنلقاو بأن الأولى ودوزيام والقنوات كاملين والقنوات الإلكترونية كلشي كينقل وما كاين حتى شي واحد اللي كيمنع. ولكن راه خص يكون عندنا إعلام هجومي. فاش كانوا الفيضانات في الجزائر الأسبوع اللي فات وحتى دابا كان الإعلام المغربي خصو يسلط الضوء على ضعف الامكانيات ديال الجزائر على الفيضانات تما، ماشي باش نشمتوا فيهم، نقلوا غير تقارير اخباري. هما دابا راه كينقلوا وكيزوروا الحقائق وكيفبركوا خدامين بالبروباغندا ديالهم. C'est déterminant pour notre carrière à Ligue des Champions. Et le plus important ou le plus négatif, c'est le huis clos, c'est un public. Et principalement avec notre public, avec notre public qui sont vraiment le deuxième joueur, comme j'ai dit beaucoup de fois, et que nous pouvons aider pour faire une grande prestation, pour faire une grande victoire. Malheureusement, ils ne sont pas là. Sera vraiment un point négatif pour nous, un point positif pour quelque adversaire qui vient ici, que c'est la force et la puissance des supporters. Et c'est un peu injuste. Bien sûr que s'il y a pas ces choses pour la CAF, je ne questionne pas ça, bien sûr, parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon habitude d'entrer pour ce type de discussion. Mais j'ai vu beaucoup de choses en 5 années successives de Ligue des Champions qui s'est passé aussi en autres terrains et je n'ai pas regardé une punition comme ça vraiment négative pour nous. C'est la vérité, il en a besoin de se battre contre tout et contre toutes les situations, et faire mieux que l'adversaire, marquer un but de plus que l'adversaire et gagner le match. C'est notre grand objectif, notre grand focus de préparation pour demain. هذا المدرب ديال الجيش الملكي اللي هاجم الكاف وقال لك مؤسف وما فهمناش هاد العقوبات ديال منع الجماهير ديال حضور المباريات ديال الجيش الملكي. هاد التصريح ديالو مهم جدا، علاش؟ لانه جا في واحد السياق اللي في النهائي ديال كاس افريقيا 2025 للكبار اللي كانت بين المغرب والسنغال، الجمهور ديال السنغالي خرب هذاك البلايص ديال الاشهار، خرب واحد الجزء من الملعب، نزل بدا تيضرب وتيتعدى على الصحفيين هز لهم الكراسه اللي كانوا جالسين على الصحفيين، بدا كيضربهم بالكراسه. واحد السيد مشى كوما، الاخر تضرب في وجهه، واحد سرقوا ليه الكاميرا ديالو والتليفونات ديالو، بداو كيضربوا في هذوك المنظمين اللي ماشي هما رجال الامن. تتدخل الامن عاد رجعوا للور وطلعوا الفوق وتدخل بنجاح. صدق او لا تصدق، الجمهور ديال الجيش الملكي الاغلبيه ديالو كان تيلوح القراعي ديال الماء، قراعي صغيورين ديال الماء كان تيلوحهم في المباراه ديال الان. واحد من الجمهور ديال الجيش، واخا الفيديو ما كاينش، ولكن المهم لاح واحد اللعيبه بحال قلتي ديك الملاسه الصغيره ديال اللي كيحيدوا بها الصباغه ولا سميتو، ولا كيحيدوا بها شي حاجه في الحيط، واحد اللعيبه صغيره شدا واحد المصري داروا الهيلاله، عطاو عقوبه ماليه وتمنع من حضور مباريات ديال الجيش الملكي. ولكن الشغب اللي داروا الجمهور السنغالي عطاوهم غير مخالفه ماليه فقط، وما منعوهمش من الحضور في المباريات ديال المنتخب السنغالي. يعني المنتخب السنغالي في مارس غيحضر وبالجمهور السنغالي كأن شيئا لم يحدث في النهائي ديال كأس افريقيا. My opinion, I believe that CAF disciplinary committee failed dismally as far as this is concerned. If you just look back, this whole incident was caused by Papa Thiaw from Senegal. He went off the field, he took his players off the field. It was for a period of 17 minutes. But if you look at it in perspective, in 2014, Luis Suarez, who was a player for Argentina, bit another player. FIFA suspended that person for a period of 4 to 5 months. Maradona in the 2010 World Cup insulted journalists and he was suspended for 3 months. In my opinion, this coach should have been suspended for 6 months. The fine that they've imposed with respect is not a big fine. It may sound a big fine in terms of rands and dollars when you break it down, but the winner got 10 million rand. The image that happened or the damage to CAF's reputation
as a result of his behavior, be it the Senegal players, be it the Moroccan players, is something that you can't put a price on. These people are supposed to be the guardians of the sport. They're supposed to be able to show the young children what to do and what not to do. هذا هو الرئيس السابق ديال لجنة الانضباط ريموند هاك اللي دار البارح تصريح لبين سبور ودار تصريح آخر لواحد قناة سميتها SBC. تصريحات بجوج تتقول بأنه ما فهمش العقوبات اللي خرجوا وما فهمش كيفاش أن العقوبات كانت مخففة لهذه الدرجة بخصوص المدرب ديال السنغال. وقال في المقطع الثاني اللي داروا في القناة ديال SBC قال بأنه أقل حاجة خص ياخذها المدرب ديال السنغال هي التوقيف لمدة 6 أشهر. وقال بأن الغرامة المالية اللي خدها المدرب ديال السنغال هي 100,000 دولار، غرامة قليلة جدا وضعيفة جدا مقارنة مع الجائزة اللي داتها السنغال اللي هي 10 مليون دولار. دابا هاد التصريحات هادو مزيان كدير إحراج للكاف. علاش؟ لأنه المسؤول السابق اللي كان تيترأس لجنة الانضباط كيفضح هاد لجنة الانضباط الحالية اللي كترأسها الرئيس ديال اللجنة اللي هو سنغالي، جنسيته سنغالية وعنده علاقات وطيدة مع كل الأعضاء ديال اللجنة. يعني واخا حيدوا داك السنغالي من التحقيق، أعضاء الآخرين غادي يتعاطفوا معاه، وهادشي اللي شفنا. يعني مازال حقيقية في العقوبات، وكأن المغرب هو اللي انسحب ماشي السنغال. دابا هاد الكلام اللي قالوا الرئيس السابق للجنة الانضباط كلام جميل، كلام زوين، بارطاجيته أنا الفيديو الأول وبارطاجيت الفيديو الثاني بالترجمة إلى اللغة الفرنسية، بارطاجيتهم في تويتر وفيسبوك. الناس اللي كيهضروا باللغة الفرنسية ديروا يديكم معنا، الحسابات ديالنا معروفين، كتب غير حاتم المرابط، دخل عاوننا في النشر او خذ انت كاع المحتوى حطه في الحساب ديالك. والمهم خاصنا نفتحوا باللغه الفرنسيه، هادو ولاد شحيبر هاد. دابا انا عندي ملاحظه واحده، شفت الاعلام المغربي خدا الفيديو ديال بين سبور وحطو عنده وبدا كيعلق عليه ديال نفس الرئيس السابق للجنه الانضباط. وبديت كنتساءل مع راسي، زعما حنا الاعلام ديالنا هاد الرؤساء السابقين ديال لجان الانضباط اللي كيكون غالبا خرجوا بمشاكل وعندهم حسابات مع الكاف وتيبغيو يردوا لهم الحسابات ديالهم، علاش حنا مثلا القناه ديال دوزيم او القناه ديال الاولى ما تاخذش الرقم الهاتفي ديال هذا الرئيس السابق او غيره من اللعابه السابقين اللي عندهم موقف من هذه العقوبات ويتصلوا بهم ويديروا معهم تقارير ويديروا معهم استجوابات ويديروا معهم برامج؟ راه هادشي اللي خص يدار. راه فاتح الكاف لا يقتصر على انك تهضر بالدارجه مع المغاربه، خصنا نهضروا باللغات الاجنبيه، خصنا نستضيفوا الاجانب، خصنا نستضيفوا الناس اللي كينتقدوا هذه القرارات، ماشي غير المغاربه، باش ما تسماش غير المغاربه اللي كينتقدوا فقط للانتقاد. لا، افريقيا كامله كتشوف ومصدومه وما فهماش كيفاش تمت مجامله السنغال بالطريقه هذه. السنغاليين براسهم ما فاهمينش كيفاش انهم زقلوا من العقوبات، خاصه العقوبات ديال كاس العالم. هاد المقطع ديال الفيديو اللي شفتو هو من ملعب علي لابوانت اللي ضحك اخوتي العزاز غادي نبلوكي، اي مسمينو ملعب علي لابوانت. كيفاش علي لابوانت ما عرفتش، يمكن شي مجاهد سابق. هذا هو نفس الملعب اللي قبل يومين قلت لكم بان السقف ديالو بدا كيتهرس واجزاء كبيره ديال الحديد وديال سميتو بداو تيتلاحوا وسط الملعب. دابا جزء اخر من الملعب اللي هو فيه يمكن ما كانوش دايرين الجاج، دايرين البليكسي كلاس، حتى هو بدا كيطيح لانه داك الرياح والعاصفات اللي عند المغرب راه حتى هو كاين عند الجزائر وكاينين ايضا في ايطاليا وفي اسبانيا وفي سيسيليا وفي كاع المناطق تما وفي مالطا. راه كاع المناطق عندها سميتو نفس الفيضانات، غير المغاربه مركزين غير مع المغرب بوحده. فتخيل معايا ملعب تيتفرتت، فتخيل معايا كون نظموا كاس افريقيا 2025 بدل المغرب، كون مثلا المغرب ما كانش كاع منظمها وما بغاش ينظمها ووقعت هذه الكارثه. تصوروا معايا ساديو ماني كيجري طاحت عليه بليكسي كلاصا ضرباتو الراس. تصور معايا المدرب حسام حسن خدام تيغوت على محمد صلاح طاحت عليه طرف ديال الحديد من الفوق وهو مسقوط الوالدين صلاح. دابا هاد الجراروه اللي عندهم هاد المشاكل هادو البدائيه قال لك ينتقدون المغرب. اودي شفتها تعيا وتقول يا على دوله. السيد ناصر بوريطه في خضم هاد المشاكل ديال النهائي وداكشي ونشوه الجراروه وفرحه الجراروه اللي كانوا فرحانين اكثر من السنغاليين، غنوليو نسميوهم ماشي جراروه، غنسميوهم وماشي كراغيله، غنوليو نسميوهم صناغيله لانهم اثبتوا انهم صناغيله اكثر من السنغاليين. المقاس الذهبي السيد ناصر بوريطه كيسجل
ضربة مقصية تاريخية أونطولوجي. الاتحاد الأوروبي ب27 دولة، مابقيناش كنتكلموا على فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، الاتحاد الأوروبي بكل الدول ديالو ب27 دولة تيدعم القرار ديال الأمم المتحدة، وكيدعم القرار اللي كيقول بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لملف الصحراء الغربية المغربية. يعني تيقول الصحراء مغربية، يعني نفس الموقف ديال الاتحاد الأوروبي ديال 27 دولة هو الموقف ديال فرنسا، هو الموقف ديال إسبانيا. الجزائر استدعات السفير ديالها من اسبانيا، استدعات السفير ديالها من فرنسا، فحنا كنتسناو ان الجزائر تستدعي السفير ديالها من الاتحاد الاوروبي، وحنا كنتسناو الجزائر تقطع العلاقات الاقتصاديه والتجاريه مع الاتحاد الاوروبي. هذاك الشيء علاش قلت لكم اخوتي العزاز، هذيك المسرحيه الدحدوحيه ديال قتل 3 المغاربه دعزه وقرفاصه ولا ما شنو وسميتو، راه غا محاوله لتخفيف الضغط على المرادين، راه غا محاوله لإلهاء بصبع. راه باش تعرفوا بانه ما خرجاتش وزاره الخارجيه الجزائريه ببلاغ يدين الموقف الجديد ديال الاتحاد الاوروبي، واللي ولا كيعتمد الخريطه المغربيه الكامله من طنجه للقويره. فعرفوا بانه الخبر ديال مقتل 3 مغاربه بين قوسين هو خبر زائف وما عنده حتى شي علاقه بالواقع. عارفين ان هذا النوع من الاخبار تيفرح الجزائريين، وشنو في التعليقات دخلت للتعليقات وشهم فرحانين وكذا، يتعدى الحدود كذا. والسؤال المطروح، كيفاش 4 ديال الناس من الجهات الحدوديه ديال بشار وعرفها في كيك المناطق الحدوديه مع الجزائر غيدخلوا ب4 الناس ومعاهم 470 كيلوغرام وهما غير 4 وداخلين، وفين هما الجنود ديالكم؟ والسؤال المطروح، هاد الاشخاص مثلا ما شناش هذوك 3 ما بينوهمش، بينو غير شخص واحد يقدر يكون من البوليزاريو ولا من شي قن تما ولا جزائري ولا وقفينو ومصورين وعنده واحد الابتسامه في وجهه. هي الصوره هنا، ابتسامه خفيه في وجهه. يعني هاد السيد هذا ما مصدومش ان هذوك اللي كانوا معاه تقتلوا، ما مخلوعش، ما كاينش اثار الدموع، ما كاينش اثار الخوف، ما كاينش سميتو. والاسماء ديالو، هذا الشخص هذا مثلا يكون في العشرينات ولا في الثلاثينات كاع الى طار. واش كاين شي واحد في العشرينات ولا الثلاثينات كيتسماو صرفاقه وكيسميو عزه وكيسميو عده؟ واش حنا صعيديين في مصر؟ ولكن مع الاسف الاعلام ديالنا خدام تيروج لهذا الخبر، ماشي الاعلام الرسمي، الاعلام الخاص، اصحاب الكليك والصفحات المغربيه خدامين وكذا. السنغال حقرات علينا، الجزائر حقرات علينا، السنغال حقرات على راسها، السنغال شوهات راسها، السنغال فضحات راسها. المغرب خرج رابح من هادشي كامل، خسرنا الكاس ولكن خرجنا رابحين. هاد الفضائح اللي كاينين ديال العقوبات والفضائح ديال النهائي هم فضائح كيأثروا على الكاف وعلى السنغال، لا تؤثر على المغرب. بالعكس، المغرب خرج بصورة إيجابية جدا على مستوى التنظيم ديال النهائي، على المستوى التعامل الأمني مع الشغب اللي وقف وكيفاش التدخل الأمني وحبسه دغيا، وعلى مستوى أيضا الرقي ديال الجمهور المغربي اللي ما تدخلش في الشغب. فاللي تيقول لك السنغال حقرات علينا، السنغال حقرات على راسها. انا ما نرضاش ان المنتخب المغربي يربح بنفس الطريقه اللي دار السنغال، ما نرضاش. وما نرضاش تربح الكاس والعالم باسره مازال كيهضر عليا وكيضحك عليا. فالخبر ديال وزاره الدفاع الجزائريه خبر عار من الصحه ولا اساس له من الصحه، واي ترويج له من المنصات المغربيه فهذا خطا كبير، فهذا يساهم في البروباغندا الجزائريه باش ما يبينوش اليوم الصفعه اللي خداوها من عند المغرب بخصوص الاتحاد الاوروبي. ونعطيكم اكبر دليل، دابا داز اكثر من 24 ساعه على اعلان هذاك الخبر. فين هما العائلات ديال 3 الناس؟ فين هما العائلات ديال هذاك الرابع؟ ياك حنا شفنا المشكله اللي وقعت في السعيديه، خرجت الام ديال الشخص المعني بالامر، خرجوا العائلات، خرج الاخ ديالو، خرج ولد عمو، ولد عمو. الخبر انتشر بسرعه. المنطقه الشرقيه منطقه ما فيهاش بزاف الناس بحال الدار البيضاء والرباط، راه كلشي تما كيعرف كلشي. يعني خبر من هذا النوع اللي اصلا انتشر في المغرب غيوصل للعائلات. فين هما هاد العائلات وفين هما القنوات الالكترونيه المحليه وفين هي الصحافه المحليه؟ ما هضراتش مع هاد العائلات، وهاد العائلات ما كطالبش زعما بالجثث ديال الابناء ديالها. فلذلك اخوتي العزاز، اي حاجه كتخرج بها وزاره الدفاع الجزائريه فهي كاذبه في حاله وحده الا خرجات السلطات المغربيه واكدت الخبر كيف ما دارت في السعيديه. فلذلك خوتي المغاربه، قال لك شي واحد شنو وقع في جيت بشار وكذا، قول لي انت جاوبني بعدا على شنو وقع من الاتحاد الاوروبي وشنا الجزائر كما ردات عليكم.
هذا هو الجواب اللي خصو يكون. ومره اخرى ما نكونوش بيادق في يد مخابرات الجزائر. لاحظوا عيب مغربي ولا منصه مغربيه ولا حساب مغربي ولا جريده مغربيه تكون بيضاء. بغيتوا تنقلوا الخبر، نقلوا الخبر وكتبوا مزاعم بخصوص كذا من طرف كذا، ما تاكدوش الخبر. نتوما كتنقلوا الخبر وكتاكدوا، والمغاربه مساكن كيتيقوا حيت كاين في جريده الكترونيه مغربيه. الله عليك يا ناصر بوريطه. وصلنا لنهايه الحلقه، نكتفي بهذا القصف. كان معكم حاتم المرابط. كل الدعم والتشجيع لفريق الجيش الملكي. بغينا شي 3-0 الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم شي 3-0 باش نبقاو في هذه البطوله هذه. وفي حاله ما اذا كنتو خاسرين وداك الشيء غنسحبوا باش نضربوا الطر الكاف. والله الا نسحبوا شي 15 دقيقه، رتبوا الاوراق ديالكم في غرف الملابس، غير خليو جوج اللعابه في الملعب مع الحكم، ما تخرجوش كاملين، ورجعوا من بعد ونديروا شويه الضغط، نديروا لهم شي فضيحه باش يفهموا راسهم بانهم راه غالطين. وصلنا لنهايه الحلقه. كان معكم حاتم المرابط. السلام عليكم.